السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله معانا روتين حلو كده. هنقضيه كله في المطبخ النهارده، بس ان شاء الله الروتين يعجبكم. روتين كده هنعمل الغدا وكمان هنعمل فيه شوية حاجات في المطبخ. تابعي معايا الفيديو للاخر. لو اول مرة بتشوفي قناتي، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بنشترك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، بنتك على كلمة اشتراك وبنفعل الكل عشان يجي اول ما انزل اي فيديو يجيلك اشعار بيه على طول ان انا نزلته. تمام؟ وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، يلا حطي لي اللايك ودعميني بكومنت حلو منك. اول حاجه كده بقى هنعمل مع بعض الكشري. انا عملته معاكم قبل كده، اللي هو كشري الحله الواحده، بس المره دي هعمله كل حاجه لوحدها. وانا بجد بفضل الطريقه دي جدا. يعني التانية سهله، بس دي بصراحه بتديني طعم احلى بكتير وفي الاخر نتيجه احلى. ولو جربتوه بنفس الطريقه والله يعني من غير حلفان هيطلع معاكم احلى كشري. ممكن تجربوه وهيطلع احلى من اللي بنجيبه من بره كمان. اول حاجه انا عملتها، انا سلقت المكرونه بتاعتي عادي جدا. حطيت في الميه بتاعتها معلقه ملح ومعلقه زيت وسلقتها وبعدين شطفتها. ودلوقتي بقى اهي بعد ما اتسلقت معايا، رجعت الحله تاني على النار. وفي الحله التانية دي شوحت الشعريه كده. اسفه معلش. حمرتها كده الشعريه، وبعدين لما اخدت لون دهبي معايا كده حطيت عليها ميه سخنه. تمام؟ عشان تستوي معايا بسرعه، اللي هي في الحله التانية. وبعدين ضفت لها الميه السخنه ومعلقه ملح وايه، وسبتها بقى مع نفسها كده بتستوي قوام. تمام؟ وهنا بقى حطيت شويه زيت في الحله اللي كان فيها المكرونه، وبدات كده حطيت عليهم شويه ملح. اول ما الزيت سخن نزلت بالمكرونه. تمام؟ مش بننزل بيها على طول، لكن لما الزيت بيسخن بننزل بيها ونقلب بقى كده الملح بقى مع المكرونه في الزيت كده. وبس كده بنوطي عليها. بنخليه شمعة كده. تمام؟ يعني حوالي 5 دقايق وبنقفل، مش اكتر من كده. وهنا الشعريه بتاعتي كانت خلاص قربت استوت اهي. وهناك بقى ان العدس اللي هو بجبة. يعني انت لو عملتي الطريقة دي وعملتي كده 4 يوم مثلا بوتجازك او 5، شغلتيهم هتنجزيه في حوالي يعني ساعة، ساعة الا ربع بالظبط، هتلاقي الكشري بتاعك خلص. تمام؟ وبجيب بقى اصغر حلل عندي كده وابتدي اشتغل فيها. ادي الشعريه بتاعتي بقى شطفتها كده، نزلتها في مصفى على الحوض وشطفتها عشان تبقى مفلفله معايا. لو سبتيها زي ما هي وصفتيها بس ما شطفتيهاش بميه، هتكتل معاكي وتعمل كتل كده معاكي ومش هتبقى حلوه كده ومفلفله وجميله. والعدس طبعا كنت ناقعه قبلها بحوالي ربع ساعه كده. العدس بجبه، وبعدين ايه حطيته بقى في ميه سخنه كده على النار وحطيت له نص معلقه ملح. تمام؟ وحطيته بقى على النار، بياخد له حوالي تلت ساعه كده وبيستوي معايا، بيبقى زي الفل. اللي هو في الحله الصغيره اللي هناك دي. هنا بقى الرز، جبت شويه كده بقى، فضيت الحله بقى اللي كان فيها الشعريه وجبت شويه زيت كده وبدات اشوح فيهم الرز، وحطيت عليه شويه عدس بجبه، شويه صغيرين جدا، يعني حوالي 3 معالق على مثلا كوبايه الرز. تمام؟ انا طبعا عامله كميات بسيطه، انت حابه تعملي اكتر انت حره، يعني براحتك بقى انت والكميات اللي بتعمليها. هنا بقى بعد ما اديتهم تشويحه كده، وضفت عليهم بقى نص معلقه صغننه كده من الكمون، وكمان نص معلقه صغننه من الكركم. انا بحب احط له بقى كركم هنا. وشوفي بقى الالوان الجميله والحاجات الجميله قوي في الكشري ده. تمام؟ طبعا الكشري بيكون في حله واحده، مش بنقدر نعمل الرز اصفر لان احنا لو ضفنا كركم ممكن يصفر المكرونه وكل حاجه معاه. فاحنا هنا بس بنضيفه نص معلقه صغيره، نص معلقه كده مش مليانه قوي. تمام؟ على كوبايه الرز. وادي العدس بتاعي كان استوى وصفيته برضو وشطفته عشان يبقى مفلفل معايا كده وحلو. تمام؟ وجيت هنا بقى في الحله دي على النار كده. انا خلصت كل الحاجات التقيله اللي معايا. هعمل بقى الصلصه بتاعتي والدقه كده. حطيت بقى معلقه كده من التوم المهروس، طبعا معلقه بقى كده حلوه عشان ايه، هنعمل بيها الدقه والصلصه. وبعد بقى ما اتشوحت كده وخدت لون دهبي فاتح، يا دوبك دبلت بسيط. تمام؟ مش عايزاها غامقه عشان الدقه معايا تبقى فاتحه وحلوه. نزلت عليها بقى بنص حوالي ايه ربع كوبايه من الخل كده، وبعدين معلقه صغيره كده مليانه من الكمون. واخد بقى حوالي ايه يعني شويه كده صغيرين، يعني حوالي ايه ربع المغرفه دي في بوله كده او حاجه. طبعا الدقه دي حابه تكتريها براحتك، بس هي يعني بناخد منها بالمعلقه كده على كل مثلا طبق. تمام؟ وبعدين بقى حطيت بعد ما شلت الدقه دي، حطيت بقى هنا الصلصه بتاعتي وحطيت لها الملح والبابريكا، معلقه صغيره من البابريكا، ورشه كمون تاني، ورشه بقى من البهارات، البهارات العاديه بتاعه الاكل. اي بهارات عندك بتدي للصلصه طعم جميل قوي وبتخلي طعمها في حته تانية خالص. جبت بقى شويه الدقه اللي انا شلتهم وحطيت عليهم كده ايه
نص كوبايه من الميه، وحطيت عليهم نص معلقه صغيره من الملح، ورشه من الكمون برضو، ونص ليمونه. تمام. وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض، وكده تبقى الدقه بتاعتي دي جاهزه. طبعا زي ما قلت لك، لو انت عامله كميات اكتر بتقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. وهنا بقى بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت كده شويه، ضفت لها معلقه كده كبيره من الصلصه اللي هي المركزه. تمام. وهاخد منها كده بقى ايه، حابه بقى تعمليها اتقل اخف، انت حره، انت براحتك، بس يعني انا بحبها القوام ده كده، اللي هو بتكون جميله كده وتقيله ووسط. خدنا بقى الوش كده وعليه شويه زيت، اللي هو ايه، هنعمل شطه الزيت بقى. تمام. اللي بتيجي مع الكشري من بره في اكياس. حطيتهم كده بقى في بوله كده برضو، وضفت عليهم ايه، معلقتين من الشطه، معلقتين صغيرين. تمام. زي كده بتكون وسط. لو انت عايزاها بقى مركزه اكتر برضو بتقدري تضيفي شطه اكتر. هنا بقى نغرف الكلام الجميل بتاعنا ده، المفلفل ده، ونقدمه بقى، ونشوف الالوان الجميله بقى اللي احنا عملناها دي المبهجه دي. الشعريه بقى بصوا مفلفله ازاي. لو الشعريه بقى بتكتل معاكي كده زي ما قلت لك، اول ما تعمليها تصفيها وتشطفيها زي ما بنشطف المكرونه كده، هتبقى مظبوطه معاكي وزي الفل. تمام. بصوا بقى الجمال. بس انا بقى هنا ما عملتش اللي هي البصل اللي هي اسمها التقليه زي الفيديو اللي فات. يعني احنا عامه احنا مش ملناش فيها قوي. وبس كده خلصنا الكشري بتاعنا الجميل. لو عملتوه بنفس التركات دي والله بجد هتاكلوا احلى كشري جربتوه. وهنا بقى شويه المواعين اللي طلعوا دول، قلت بقى اوام كده، جبت السلكه بتاعتي وحطيتها بقى في السبونشه كده، وقلت بقى اوام كده اما اغسلهم عشان الدنيا تبقى رايقه معانا كده زي ما احنا متعودين. واوام اوام كده نروق مطبخنا عشان نحس بروقان وراحه كده نفسيه والطاقه الايجابيه كده، نبقى طالعين مخلصين الغدا كده ومخلصين كل حاجه فيه. وبس كده الخلاط بقى بمسكه كده وادعكه حلو قوي. وبصوا بقى الحتت اللي هي بتبقى فيه من جوه دي، اللي هي الفواصل اللي فيه دي، لازم ندعكها كويس قوي، لان الحتت دي بتشيل يعني عفوا كده بواقي اكل وحاجات، وتغمق كده وتعمل لون غامق. فلازم الحتت دي تغسليها كويس قوي. هتلاقي دايما الشفشق بتاع الخلاط بتاعك نظيف كده وبيلمع وكأنه جديد. وكمان الخلاط نفسه لازم بعد كل استخدام ان انت تمسحيه كويس كده، هيبقى معاكي حلو قوي زي الفل. شايفين القمع ده بقى انا شاريه جديد بس حلو قوي وعملي جدا، بينفعني بقى في الزيت مثلا، اللي هو وانا بصب مثلا من الجيركن مثلا عندي كبير او حاجه، بصب في ازايز صغيره بيبقى حلو قوي. او اي حاجه بقى بتصبيها كده ايه في المطبخ ده لاستخدامات المطبخ فقط، يعني ما مش اي استخدامات تانية. تمام. وبس كده خلصت بقى شوية المواعين بتوعي دول اوام اوام كده في ثواني، بنخلص اللي ورانا ونرتاح. ويعني خلصنا غدانا وخلصنا كل اللي ورانا. وكمان في فكرة حلوة قوي في الكشري اللي انا بعمله ده، ممكن انت لو حابة في الاخر بعد ما تخلصيه تجيبي حلة مثلا كبيرة شوية او اكبر حلة فيهم، وتخلطي كله على بعضه. لو هتاخد الكمية اللي انت عاملاها تعملي كده بيبقى حلو قوي، وبيبقى سهل عليكي بقى، بدل ما بتقعدي تغرفي مثلا وبعد كده تقلبي كله في بعضه، لا بيبقى كله بقى متقلب في بعضه كده. بس انا بصراحه ما عملتهوش كده المره دي، انا سبته بقى كل حاجه لوحدها كده، حتى بعد ما خلصته ما خلطتهوش مع بعض. تمام. وندي بقى الحوض بتاعنا كده الغسله التمام بتاعت كل يوم. مش كل يوم ده، هي كم مره في اليوم، مش مره واحده. كل ما ندخل نغسل مواعين لازم نعمل فيه كده، لان بواقي الميه فيه، بواقي اكل، اي حاجه واقعه فيه بتخليه كده لونه مصفر مجليط مش حلو. فلازم كده عشان نحافظ على كل حاجتنا كده، وكمان نحس كده براحه نفسيه في المكان، ونحس ان الدنيا نظيفه. اللي بجد ايدك في الحاجه دايما كده بتحسسك يعني بنظافه كده، انتي حاجتك كده ما شاء الله شكلها حلوه، مش الحاجه ما بتقدمش ابدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله خلصت كده. وكمان بلمع الحنفيات بتاعتي كده عشان اي مية عليها كده اما بتنشف بتعمل كده بتغير في مكانها، فبحب المع الحنفيات كده بعد ما اخلص. وادي الحوض بتاعي لمعته. وهنا بقى التلاجة كان واقع فيها اكل وحاجات، وشايفين الدرج بقى حاجة بشعة بصراحة. مكان الخضار انا بحط فيه الدرج، الخضار البطاطس والخضار وكده وخيار طماطم كده، فكان متوسخ قوي معايا. وقلت بقى يلا نهديها كلها بقى ايه، غسلة حلوة كده لازم انضفها كده. انا من العيد ما عملتش فيها حاجة، وانت غسلها في رمضان وما عملتش فيها حاجه. خدت بقى الحاجات دي كده واديتها غسله بقى حلوه كده على الحوض.
واحطها بقى في مكان تنشف كده وايه، عشان على ما اخلص التلاجة بتاعتي تكون هي نشفت كويس قوي وتصفت من المية بتاعتها. انا حطيتها كده على فوطة على في مكان تاني على الرخامة عشان ايه تنشف معايا كويس قوي. تمام. دي تدعكة حلوة بقى بالرغاوي بتاعتنا الجميلة دي اهو. بدأت بقى ادعك كل حاجة فيها. طبعا التلاجة دي برضو لازم تهتمي بيها وما تهمليش فيها، حتى ده بيخليها تعيش معاكي مدة اطول. اما بتهتمي بالحاجة بيطول عمرها معاكي. تمام. يعني التلاجة بقى تسيبيها كده هتلاقي ريحتها وحشة، واي حاجة بتحطيها بتلقط ريحة وحشة. هتقولي مثلا ليه ريحة الاكل بحطه فيها بتغير؟ بحط مثلا فواكه بتطلع ريحتها مش حلوة عشان التلاجة الحاجات اللي بتقع فيها او اي بواقي اكل او اي حاجة فيها دي بتعمل فيها كده ريحة وحشة وبتخليها ايه كمان عمر الحاجة يقصر معانا. تمام. حتى الباب بتاعنا بتاع التلاجة اقول لكم على معلومة فيه برضو، حاجة انا بعملها عشان بحافظ على حاجتي بيها. الباب ده برضو لازم اللي هو الحتة البلاستيك اللي فيه اللي هي بتقفل الباب مع التلاجة نفسها دي لازم تنضفوها دايما، ان الحتة دي بتعمل عفونة، ولو انت سبتيها هتبوظه معاك، يعني مع الوقت هيبوظ وهتحتاجي ان انت تغيريه. تمام. فلازم دايما كده تنضفوها اول باول كده. جيت بقى على التلاجة بتاعتي من بره كده باللوفة كده، مش بعملها بسلك بقى عشان ما تتجرحش، ايوه الاجزاء اللي هي من جوه دي اللي انا بتكلم فيها. تمام. اهو كده. وبدأت بقى ايه دي تدعكة حلوة كده، وبعدين بقى بدأت ألمعها كويس جدا. طبعا ما نسيبش فيها اي مية عشان لما نيجي نشغلها نتأكد ان احنا نضفناها كويس جدا. بص انا عملت الجزء اللي تحت كمان بس هو ما ظهرش معايا في الفيديو، فايه لا تقولوا ان انا ما عملتوش. وجيت بقى على التلاجة بتاعتي ما بلتش كتير قوي يعني، بس بقيت ارغي كده باللوفة عشان خاطر ايه اي حاجة بقعة لازقة فيها إيه تطلع معايا. في حاجات ساعات احنا مش بنكون واخدين بالنا منها فاي حاجة تطلع في الحاجات دي. تمام. بدأت كده بقى امسح والمع كده، بلمع يعني الجزء اللي انا عملته فوق. تمام. لو وصلتي معايا لهنا بقى حطي لي لايك بقى، ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك. بدأت بقى اعملها كده من جوه، وطبعا زي ما قلت لكم انا ما بلتش قوي عشان الميه ما ايه في حتت في التلاجة برضو بتكون مفتوحة فانت ممكن تحطي ميه كتير الميه دي تدخل فيها وتبوظ لك التلاجة، فاحنا مش بنغرقها يعني هو بس. وانا ما عملتش اي حاجة في الميه دي اللي هي غير ميه بشوية صابون مواعين اللي هو الصابون اللي في الازايز، وعليهم شوية خل بس فقط. التلاجة ما نحطش فيها اي حاجة تاني عشان ممكن اي روائح فيها تتنيها ثابتة فيها وتجيلك في الاكل وتعملها لك. وكمان مش هنحط فيها اي حاجة مواد تاني تنظيف، لا بتاع دهون بقى ولا الحاجات دي خالص. هما شوية صابون المواعين بس وعليهم شوية خل. الخل مطهر وجميل قوي برضو. تمام. وبعدين بقى بدأت ادعك كده برضو في الباب، بيكون تحت الحوامل دي كده بتاعته برضو في الحتت اللي هي بتدخل فيها دي بتكون واقع حاجات كده برضو. الحتت دي بقى بحب احط فيها مثلا ادوية، بحط فيها مثلا دقيق، حاجات كده اللي هي بتكون خفيفة. فساعات الحاجات دي مثلا مستلزمات الحلويات والحاجات دي فبتوقع كده فيها حاجات برضو وبتبقى معلمة فيها وبيبقى بقى الحاجات دي مليانة فانا بكسل دايما اعملها. فانا المرة دي بقى فضيتها كلها كده التلاجة وقلت لازم بقى اعملها. جيت بقى على الدرج بتاعي ده كده هنا، قلت الاول انضفه كده من الحاجات اللي فيه. بصوا كان بقى بواقي الطين بقى واقع من البطاطس والحاجات دي، فايه كنت بكسل بقى دايما اشيل الحاجه اللي فيه، فقلت افضيها بقى كلها كده مره واحده واعملها. بس الفريزر طبعا ما فضيتهوش لان الحاجات يعني هو مش بيكون زي متبهدل زي التلاجة قوي، لان انا باخد اي حاجه دايما ولو في اي حاجه بمسحها دايما على طول باستمرار. تمام. وايدينا مش فيه على طول زي التلاجة بنفتحها ايه على طول كل شويه كده الخضار والحاجات دي، لكن فوق بتبقى حاجات متكيسه حاجات نظيفه بنحطها جاهزه ان هي تطلع على الاستخدام زي طبعا ما احنا عارفين. وخلينا الدرج بتاعنا زي الفل اهو بقى. وهنا بقى جيت ركبت بقى الايه الحاجات بتاعتي بقى اللي في الباب دي كده كده كانت مدوخاني اتلخبطت فيهم مش عارفه انهي بتاعت انهي يعني، بس ركبتهم كده بقى اهو. هجيب الرفوف بتاعتي بقى واحطها كده اهو. بص الرفوف برضو مش مركزه انا يعني انا خلعتهم ومش مركزه انه في مكانه. على فكره هي فيها رف كمان بس انا شايلاه.
عشان خاطر تديني وسع في التلاجة، يعني مرضتش احطه عشان يبقى التلاجة فيها وسع كده شوية. تمام. وبس كده بقت زي الفل ما شاء الله، شايفينها؟ وهنا بقى الفحمية دي بقى في الباب كده، اقول لكم ليه بقى. الفحمية دي بتشيلك اي روائح في التلاجة، اي حاجة فيها روائح الفحمية دي بتشيلها لك. فخلي بالك، اي تلاجتك بتعمل اي روائح في الاكل حطي فيها فحمية كده في الباب، وسيبيها فيها بقى على طول. وادعي لي بقى ان شاء الله دعوة حلوة كده منك هتديكي نتيجة حلوة ان شاء الله. جيت بقى على الرخامة، كنت حاطة عليها بقى كل الحاجة اللي كانت في التلاجة ومفضيها عليها، فبقى لمعتها كده بقى وغسلتها كده غسلة حلوة بالمرة بقى. وبس كده. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى حطي لي لايك، ما تنسينيش في اللايك. البوتاجاز بتاعنا بقى اوام كده الغسلة السريعة بقى ليه، عشان بقى زي ما قلنا نحافظ على كل حاجتنا ونطلع من مطبخنا كده وهو ما شاء الله كده ايه، يعني فلة كده وشمعة كده منورة، وراضيين عنه وراضيين عن نفسنا اخر اليوم كده ان احنا انجزنا، عملنا حاجات كتير حتى لو ما عملناش غير في المطبخ بس احنا محافظين على حاجتنا وطالعين منه كده، واحنا ايه، انجزنا فيه حاجات كتير وعملنا شغل كتير فيه. الشغل ده لو جينا نعمله كله في يوم واحد هيتكوم علينا وهيكون تقيل قوي علينا. انت لو جيتي في يوم واحد تروقي المطبخ وتغسلي التلاجة والبوتاجاز وكل حاجة هتحسي كده ان الدنيا تقيلة عليكي، لكن لما بتقسمي كده حاجتك بيبقى الدنيا حلوة كده ومتظبطة معانا تمام، وبتبقى خفيفة علينا. يعني احنا اصلا في العادي كل يوم بنعمل، وكل يوم بعد البوتاجاز لازم نلمع، يعني بعد الاكل قصدي لازم نلمع البوتاجاز. لكن انا قصدي ان الحاجات دي بقى الغسلات اللي هي اللي شديدة شوية وكده، فلازم ايه يعني نقسم يومنا كده ومش كل يوم نعمل كل حاجة عشان ما نزهقش وما نتعبش، وفي نفس الوقت بنحافظ على حاجتنا نظيفة وزي الفل. تمام. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، والروتين يكون عجبكم، وتكونوا كده خدتوا منه طاقة إيجابية كده، ونقوم نشوف اللي ورانا ونتشجع كده ونخلص اللي ورانا. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.